قلت لكم الجنوب السوري كلياته راح يروح لا محالة. هذا حتى بعد نهر الليطاني راح تاخذوا إسرائيل. وتحدثنا أيضا أنه قسم من لبنان راح ينضم لسوريا. تتذكروا في قسم راح ينضم للأردن. وقتها لو جاء ترامب إلى الحكم لن يكون ترامب نفسه اللي جاء في عام 2016. سيأتي بسياسة جديدة. كل العالم تظن بأنه ترامب مقامر، برجل أعمال، ولا الروس ولا الأتراك مجتمعين مع بعض يستطيعون القضاء على محمد الجولاني. ليه؟ لكل الأخوة الأخوات اللي دخلوا معنا اللايف، تحياتي لكم. أسعد الله مساءكم وأوقاتكم، لأنه في فوارق بالوقت كتير جميعا. طبعا بعد غياب كم يوم لظروف خاصة طبعا نرجع لكم مرة تانية لنحدثكم بأمور سياسية هامة للغاية. طبعا الأمور اللي تحدثنا فيها أنا مضطر إني أعيدها. ليش؟ لأنه في كتير من الناس، طبعا في كتير من مئات أو آلاف المتابعين اللي بيذكروا الكلام، لكن في ناس كتير جدد أيضا، فلذلك نضطر أن نحن نحكي بعض الأمور اللي تحدثنا فيها قبل فترة ونزيد عليها بالظروف اللي حصلت حاليا. أغلب الأخوة تتذكر قبل تقريبا ما يقارب العامين وشوي تحدثت في موضوع تحضير ما يقارب 10,000 من الدواعش في البادية السورية. وتتذكروا أنا قلت لكم هؤلاء من أجل جنوب سوريا تحديدا السويداء. أعتقد أن الكثير منكم يذكر هذا الموضوع، وحتى كان النظام لسه موجود وكذا، وكنا نتوقع أنه يصير الهجوم من ناحية البادية. ليش؟ لأنه لابد أن تسود لحتى تزرق أيضا. لحتى تفهموا لابد أن المنطقة تسود نوعا ما لحتى تزرق. الآن التحركات اللي عم نشوفها خصوصا في الجنوب السوري، تحركات من ال11 اللي تحدثنا عنهم واللي انتقلوا كلياتهم أغلبيتهم إلى الجنوب السوري. طبعا هذا أمر هام للغاية، لأنه هاي هي ذريعة إسرائيل اللي تأخذ بعض المناطق أكثر ورح تعمل فيها ضغط على الجنوب السوري في المستقبل القريب وليس البعيد، وهي رح تصير الذريعة بحيث أنه الدولة الزرقاء تأخذ ما تبقى من الجنوب السوري. طيب عم نشوف نحن كتير تقارير إعلامية وصحفيين وقنوات ومحللين استراتيجيين اللي بيطلعوا وبيتحدثوا عن المفاوضات ما بين إسرائيل وأحمد الشرع، وطبعا اللي بيحكي لك إنه الجولان مقابل طرابلس، واللي بيحكي لك إنه الجنوب السوري مقابل طرابلس. طبعا هاي الرؤية هي رؤية قديمة قدمتها أنا قبل 3 سنوات وأكثر، وجلكم يذكر طبعا لما قلت لكم لبنان لن تبقى على الخريطة، وعلقنا على هذا الموضوع بشكل كتير وأسابيع طويلة تحدثنا عن هذا الموضوع. طبعا قبل حتى أحداث 7 أكتوبر، هذا الكلام قبل حتى 7 أكتوبر قلت لكم الجنوب السوري كلياته راح يروح لا محالة. هذا حتى بعد نهر الليطاني راح تاخذوا إسرائيل. وتحدثنا أيضا أنه قسم من لبنان راح ينضم لسوريا. تتذكروا في قسم راح ينضم للأردن بترتيبات. تذكرون هذا الكلام؟ الآن بدأ التلميح من قبل السياسيين بهاي الخطة اللي تحدثنا فيها قبل 3 سنوات بكل وضوح، حتى أنه السفير الأمريكي باراك يتحدث أنه لازم لبنان يصبح عظيم. طبعا بالتصريحات السياسية دائما الأمريكان عندما يقولون
فلان مكان يجب أن يصبح عظيم أو رائع، أعلموا بأن الخراب قادم لتلك المنطقة. وهذا واضح. ترامب قبل فترة قال يجب أن تعود إيران دولة عظيمة، وإعادة إيران كدولة عظيمة يعني إنهاء وجود إيران حقيقة. طبعا شفتوا أنتم خلال الأيام القليلة القادمة كل الناس كانت تتوقع وظاهر أنه إيران ممكن أنه يحدث محادثات سلام ما بينها وما بين الولايات المتحدة الأمريكية وينتهي الموضوع هذا بنوع من أنواع التسويات. يبدو أنه لا، رايحة إلى تصعيد أكبر. طبعا في بكرة لقاء ما بين نتنياهو وترامب، وطبعا قوة نتنياهو وشخصية نتنياهو اللي تحدثت فيها كتير واللي هو أطاحت ببايدن. تتذكروا هذا الكلام اللي قبل أن تبدأ المعركة ما بين نتنياهو وبايدن قلت لكم نتنياهو سوف يطيح ببايدن ولن يكمل الانتخابات. وتحدثنا أيضا أنه ترامب راح يعود، وعندي حلقة مطولة عن الحديث عن السياسات الاستراتيجية وعودة ترامب لو جاء إلى الحكم مرة أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية. شو اللي بيفرق عن ترامب اللي جاء في عام 2016؟ وقلنا بوضوح وقتها لو جاء ترامب إلى الحكم لن يكون ترامب نفسه اللي جاء في عام 2016، سيأتي بسياسة جديدة. كل العالم تظن بأنه ترامب مقامر برجل أعمال وصاحب صفقات، يبيع هنا ويبيع هنيك وكذا، وكل الأمور تمشي على حسب الصفقات. وهذا بدا واضحا أنه كانوا مخطئين، وأنا قلت لكم هذا الكلام خطأ وتفكير خاطئ، أنك أنت تظن بترامب نفسه ترامب اللي راح يمشي سياسات الدورة الأولى. أساسا ما أطاح بترامب من سدة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية في الدورة الأولى هو سبب هذه السياسات اللي كان يتبعها، وكثير منها ما كان يعود فيها إلى مراكز صناعة القرار في الكونغرس الأمريكي ووزارة الخزانة الأمريكية والبنتاغون، ثلاث جهات الرئيسية في الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا خلاه يخسر الدورة الانتخابية. طبعا عودة ترامب إلى الولايات المتحدة الأمريكية ما جاءت صدفة مشان تعرفوا، لا، جاء بالتزامات مختلفة تماما. إذا غدا لدينا لقاء هام للغاية ما بين ترامب ونتنياهو، وعند عودة نتنياهو وانتهاء هذا اللقاء ماذا سوف يحصل؟ هنا محور الحديث راح تشوفوه خلال الأيام القادمة وعلى الصحافة أيضا. سيجبر نتنياهو ترامب على ضرب إيران، لكن ممكن ما هو بسرعة بهذه السرعة. الثاني شيء، ستقدم الولايات المتحدة الأمريكية مزيد من الأسلحة لإسرائيل لحتى هي اللي تقوم مستقبلا في المشاريع الشرق الأوسط الجديد من دون تدخل الولايات المتحدة الأمريكية. ينقص إسرائيل بعض أنواع الأسلحة المهمة جدا، وخصوصا مثل القنبلة اللي ضرب فيها ترامب المفاعلات النووية الإيرانية واللي تصل إلى أعماق كبيرة جدا. وراح يعطي طيارات البي 2 أيضا. أنا أتوقع 4 طيارات، وهذا توقعي الشخصي، أنه راح تعطي أمريكا إسرائيل 4 طيارات بي 2 والمزيد من الذخيرة، وأيضا راح تعطيها مضادات صواريخ وطيران أحدث من اللي قدمتها لإسرائيل، وذخيرة ما تكون قديمة. ذخيرة ما تكون قديمة كتير، لأنه الذخيرة لها عمر، خصوصا المتعلقة في الصواريخ مشان تعرفوها، وتضمن لإسرائيل التفوق في المنطقة كلياته، وبالأخص على تركيا، لأنه في المخطط القادم
راح تكون في مواجهة، وهي لأول مرة أقول لكم إياها، مواجهة ما بين تركيا وما بين إسرائيل في المستقبل. ما راح تكون هذيك المواجهة اللي مثل مع إيران، لا، لكن المواجهة راح تكون على الأراضي السورية على الأقل مبدئيا. هذا أمر هام للغاية. طبعا بدنا نحكي كلام هام للغاية. أحمد الشرع لم يأتي إلا لينفذ مخططات. يعني من يظن أنه أحمد الشرع اللي كان هو أبو محمد الجولاني أنه هو اللي أسقط الأسد وكذا، ومن حرر يقرر، والشعارات اللي بيقولوها ترى بيكون واهم جدا. أحمد الشرع عبارة عن أداة أتت لتطبيق مشروع الشرق الأوسط الجديد اللي راح تبدأ فيه بسوريا كبداية. هذا كلام حاكينه نحن وما في نقاش عليه. وطبعا حدثنا قبل، كثير من الأخوة كانوا يتهجموا وقتها على أبو محمد الجولاني. لما كان أبو محمد الجولاني قبل 3 سنوات أو 4 سنوات كنت أقول لكم لا تهجموا عليه، هذا ضابط أو عميل مخابرات بريطاني، وهذا هو اللي راح يطبق المشاريع اللي قادم من أجلها في الشرق الأوسط كله. وكان وقتها في إدلب والوضع صعب، وقصف روسي وقصف من النظام، وإدلب بدها تتسلم للنظام، وأردوغان يطلب اللقاء مع بشار وبشار ما بيرضى، والكلام هذا كلياته أنا كنت أتحدث في وادي آخر مختلف تماما عن اللي كان يجري على الأرض. حتى شفتوا أنتوا كثير من المحللين السياسيين اللي كانوا يطلعوا يتحدثوا عن اتفاقيات أستانا وسوشي، وأنه سيتم تسليم منطقة غرب الفرات إلى النظام. لكن قناعاتي أنا كانت مختلفة تماما، ورأي شخصي طبعا، أنه وقلتها أكثر من مرة، لا النظام ولا الروس ولا الأتراك مجتمعين مع بعض يستطيعون القضاء على محمد الجولاني. ليش؟ مو لأنه أبو محمد الجولاني والمجموعة اللي معاه هم أقوياء وقادرين يصرعوا دول، لا، لأنه أبو محمد الجولاني كنت عارف أنه وراء قوة عالمية كبيرة جدا، وله مهمة سيقوم مستقبلا. وكنت أقول لكم غرب الفرات كلياته راح يتحول إلى اللون الأسود، وفعلا غرب الفرات كلياته تحول إلى الأسود، وأخذ دمشق. لكن الخطأ الاستراتيجي الكبير جدا اللي كان هو من النظام طبعا اللي ترك أهل الساحل. الخطأ الثاني الكبير أيضا أنه أهل الساحل وثقوا فيه وراحوا سلموا أسلحتهم. وهذا كان أمر خطأ لا يغتفر أبدا بالنسبة لأهل الساحل اللي موجودين. هو أنا ما بأيد طرف، لا بأيد النظام طبعا، وتعرفوا أنتم أنا من بدايتي ومعارض للنظام، وبالأساس من اللي قاموا بالثورة ضد النظام السوري خصوصا الفترة الأولى وبقوة جدا. يعني هلا بده يدخل علينا أصحاب الرؤوس المربعة وبيقول لك هذا بيمجد النظام، وهو ما يعلم أنه ما قدمته أنا للثورة السورية يحتاج إلى 100 ثورة ثانية لحتى يستطيع أن يقدم 5% من اللي قدمته أنا. فهاي المسألة لا غبار عليه، ولا حدا يستطيع أنه يزاود علي فيها نهائيا. الخطأ الكبير أنا كنت أتوقع أنه النظام ينسحب إلى الساحل، لأنه هناك قرار دولي باستلام المنطقة من جماعة القيقان السود اللي بتعرفوهم أنتم، يستلموا المنطقة كلياتها. فالنظام بمساعدة الروس ممكن أنه ينسحب إلى الساحل السوري ويلتف حول الطائفة العلوية أيضا نوعا ما، ومن هناك يعني ممكن إنشاء دويلة علوية وقتها بمساعدة الروس والصين وبعض الدول اللي لها مصالح في سوريا، وتكون
تكون دويلة شبه مستقلة أو مستقلة حتى. لكن طلع النظام السوري أغبى مما تتصورون بشكل كبير جدا، وضحى بالطائفة العلوية كلياتها اللي وقفت معه، أو قسم اللي وقف معه، خلينا نقول مشان ما نكون منصفين مع الناس، لأنه في ناس أبرياء كتير ما لها علاقة بالنظام، وقرويين بسطاء كانوا يعيشون في الجبال، جبال الساحل، وما لهم علاقة لا بالنظام ولا غير النظام. النظام كان يأخذ أبناء العالم كلياته، سواء سنة ولا علويين ولا غيره ولا غيره. في مجموعة ضباط نعم اللي كانوا مستفيدين من النظام، وهؤلاء كانوا كلياتهم مجرمين. لكن بحقيقة الأمر مو كل الناس هي كانت يعني مع النظام، هذا أمر حقيقي. يعني بالنسبة للأخوة الكرد كتير منه اللي بيتهموا الكرد كمان أنه مع النظام وما مع النظام وكذا وهي. ما نحن الكرد من أساسنا وتاريخنا قبل أن نولد نحن معارضين للنظام، وكنا معارضين لحافظ الأسد قبله، وكنا معارضين للي قبل حافظ الأسد حتى تعرفوا، لأنه عندنا أحزاب أنشئت في خمسينيات القرن الماضي، وكانت معارضة لكل الأنظمة اللي جاءت. طبعا وأنه هون بدنا نوقف على نقطة هامة للغاية. كان لدي قبل أيام بحث فكري، بدي أطرح شوي من مقتطفات من هذا البحث، لأنه موضوع الحديث أنا نتحدث فيه في المستقبل، لا نتحدث في الماضي بشكل كبير جدا. طبعا البحث أيضا يتحدث عن المستقبل، يتحدث عن عقلية السوري بعد سقوط بشار الأسد. يعني في مصطلح أنا حتى سميته وذكرته امبارح في أحد القسطات، برجع بعيده مرة تانية، هو مصطلح البعجنجي. شو هو البعجنجي؟ حدا يعرف شو المقصود فيه؟ انتظر كتابتكم يعني إذا في حدا. أو البعواني، هذه كانت بالكردي بس هاي البعواني. مصطلح البعواني هو على البعث الذي تحول إلى الفكر الإسلامي، البعثي اللي تحول إلى الفكر الإسلامي. طبعا نحن نعرف ما يقارب أكثر من 99.9% من الشعب السوري كلياته كان بعثي. هؤلاء البعثيين كلهم الآن تحولوا إلى الإسلاميين، الحركات الراديكالية الإسلامية، ال11 ال13 الإخوان السلفيين وأشكالهم كلياتها. فهذا الفكر اللي كان حامله بالأساس هو فكر حزب البعث القومي مع الفكر الإسلامي اللي طلعت معاه إيش حاليا الدولة العربية الإسلامية. فصار مصر على الجمهورية العربية السورية الإسلامية، وأصبح شعاره الإسلامي بس بمفهوم قومي، وهذا أساسا ما كان موجود نهائيا. بنرجع للتاريخ شوي. مين اللي طلع مفهوم القومية العربية؟ اللي طلع مفهوم القومية العربية هم اثنين. واحد منهم أنطوان سعادة اللي هو رئيس الحزب القومي الاجتماعي السوري، وكان لبناني ومسيحي. والثاني كان زكي الأرسوزي، وهو علوي من أنطاكيا في تركيا، واللي دعا بالبداية لإيش؟ للقومية السورية، ما دعا للقومية العربية، دعا للقومية السورية، دعا للقومية العربية بعدها زكي الأرسوزي. وأول من أطلق كلمة بعث، وعندما تشكل حزب البعث ما كان موجود معهم زكي الأرسوزي، بس صلاح بيطار اللي استجذبوا بآخر فترة
وكان قريب جدا من حافظ الأسد بعدها. طبعا هذول الجماعة فكروا بإنشاء حزب، صلاح بيطار وميشيل عفلق فكروا بحزب قومي جديد، بس ما يكون قومي سوري، يعني مثل ما كان يطالب زكي الأرسوزي. زكي الأرسوزي كان يروج للقومية العربية السورية اللي بتشمل سوريا الكبرى حسب مفهومه. طبعا سوريا الكبرى يعني فلسطين ولبنان وسوريا والأجزاء اللي أخذتها تركيا، الإسكندرون وأنطاكيا والمناطق هاي، والأردن. وهاي كان يسميها القومية العربية السورية. طبعا من مفهوم ماذا؟ طبعا زكي الأرسوزي كان كتير يعني متعلق باللغة العربية، فقال لك إنه القومية بالأساس العربية غير موجودة، هي قومية لغوية، يعني كل من يجد اللغة العربية، كل من يجد اللغة العربية فهو عربي، فلا يوجد صلة دم ما بين العربي. فطرح مفهوم القومية العربية بس على أساس لغوي. بعدين تشكل حزب البعث، واتهم زكي الأرسوزي ميشيل عفلق بسرقة الاسم. بعدين حصل شق في حزب البعث لما استلم حافظ الأسد، فهرب ميشيل عفلق إلى العراق وصلاح بيطار إلى فرنسا، وزكي الأرسوزي بقى مع حافظ الأسد وقتها، بقى مع حافظ الأسد وانضم إلى حزب البعث. هلا هذا مو الموضوع التاريخي، المفارقة هنا أنه كل هاي الأحزاب القومية اللي تشكلت ما بعد الاحتلال أو الانتداب الفرنسي على سوريا كلهم درسوا في فرنسا كلهم كانوا مبتعثين من الانتداب الفرنسي في فرنسا، وعادوا إلى سوريا وقت بعد ما خلصوا دراسة من فرنسا فأنشأوا الأحزاب القومية. هنا مفارقة غريبة جدا. طبعا في العشرينات القرن الماضي تشكلت حركة إخوان المسلمين، تشكلت بوقتها حركة إخوان المسلمين. وحركة الإخوان المسلمين، حركة الإخوان المسلمين أساسا كانت تحت إيد المخابرات الفرنسية، فمثل اللي عمل السم وعمل له المصل المضاد، فجاءوا بالحركات القومية وأنشأوا حركة الإخوان المسلمين. وكان مصطفى أول من أدخل فكر إخوان المسلمين إلى سوريا كان مصطفى السباعي. نعم، مصطفى السباعي. مصطفى السباعي اللي دخل بعد ما كان في مصر وتعرف على حسن البنا ودرس في جامعة الأزهر وتخرج منها، عاد إلى سوريا وهو كان من حمص، فأنشأ حركة إخوان المسلمين في سوريا. طبعا حركة إخوان المسلمين والحركات الإسلامية كلها كانت ملفها بإيد فرنسا، ما كانت رايحة لبريطانيا، لا فرنسا وقتها. والحركات القومية، كل الحركات القومية كل القادة تبعيتهم تخرجوا من فرنسا. على فكرة كل الرؤساء السوريين اللي بعد الانتداب، مرحلة الانتداب الفرنسي، كلهم كانوا خريجين فرنسا، كله راح على فرنسا، يا أما دورات عمل دورات، يا أما درس جامعات هناك. فكل الأحزاب اللي أتت هي كانت أحزاب على فكر قومي كلها، حتى الرؤساء الكرد اللي كم واحد منهم باعتبار يتحدثون اللغة العربية، فكانوا العربية يعني أو القومية العربية مفهومة في ذاك الوقت أنه من يتحدث اللغة العربية، وليست صلة الدم، وليس صلة الدم نهائيا. فالكل هؤلاء كانوا بنفس الوقت. هلا بدي أجيبكم للحاضر اللي نحن فيه مشان تفهموا العملية. سلم الملف تبع إخوان المسلمين إلى بريطانيا، وانتقلت حركة إخوان المسلمين من فرنسا وقتها إلى المخابرات البريطانية، وأقاموا كلياتهم في لندن. هاي بعدها صار الموضوع هذا كله. طبعا هلا نرجع لموضوعنا
موضوع أحمد الشرع والحركات الإسلامية. كل الحركات الإسلامية من دون استثناء هي تابعة للمخابرات الدولية، وعلى رأسهم المخابرات البريطانية. وهذا أعتقد أنه واحد يحمل جزء بسيط جدا من الثقافة واللي متابع الحركات الإسلامية ودارس عنها يعلم بهذا الموضوع. والحركات القومية كلها تتابعة كانت لفرنسا، كله كان من إنتاج فرنسا، لأنه مفهوم القومية أساسا خرج من فرنسا. طيب هلأ نحن أمام مرحلة تاريخية قادمة جدا وتغيرت فيها المفاهيم. شو لون تغيرت المفاهيم؟ هناك تزاوج فكري الآن يحصل ما بين الحركات القومية والحركات الإسلامية، فمزج من هذين المفهومين راح يخرج لدينا مفهوم جديد راح نتعايش معه 30-40 سنة القادمة، وهذا يخدم مخططات المستقبلية للمنطقة كلها. يعني قبل فترة بسيطة تحدثت لكم عن العراق، على العراق، وأنه قلنا لكم راح يستخدموا المقاتلين الراديكاليين الموجودين في سوريا في العراق. طيب لبنان تحدثنا عنها أيضا. شوفوا تصريحات باراك شو بيقول فيها: نحن نعلم بأننا غير قادرين، أو نعلم أنه بأحمد الشرع غير قادر على محاربة وإخراج المقاتلين الأجانب. طبعا هون كذابين، لأنه مو هم المراغبين أنه يقاتلوا الأجانب، هم يستطيعون اصطيادهم مثل ما اصطادوهم بحزب الله كلياتهم بأمر بسيط جدا، لكن محتاجين للمقاتلين الأجانب لتنفيذ مشاريع. إدخال هؤلاء إلى طرابلس في لبنان ومقاتلة حزب الله ما تبقى من حزب الله وحرب طويلة الأمد في لبنان يؤدي إلى تقسيمها. انضمام طرابلس الآن وعم تشوف الشعارات اللي موجودة في شوارع طرابلس والشعب اللي موجود في طرابلس كلياته، ورفع صور أحمد الشرع من جماعات السنية اللي موجودة في طرابلس إلى منطقة جبل محسن، طبعا اللي منطقة اللي يسكن فيها الأخوة العلويين. فهذه المنطقة كلياتها متأثرة جدا بجبهة النصرة. هل تذكرون الشيخ أحمد الأسير وهذا المغني فضل شاكر والشلة هاي تبعيتها؟ هذا كلياته متأثرين كانوا بالأساس هم جبهة النصرة. شوف مو 11 جبهة النصرة. هؤلاء كلياتها سيتم تحريكهم بدخول المقاتلين الأجانب ومساندتهم ومحاربة ما تبقى من حزب الله والشيعة في لبنان. أنا طبعا بكشف هذا الأمر مو لأني والله عم بعطي إشارة لحزب الله ولا الشيعة إنه يجهزوا حالهم أو مخطط، هكذا هو حكيت لكم إياه قبل 3 سنوات مو الآن. حتى تذكروا لما قلت لكم حسن نصر الله نفسه راح يغتالوه، بعدين الشباب طلعوا فيديوهات بكلامي اللي قلته أنا قبل سنوات بعد مقتل حسن نصر الله بيوم، طلعوا الفيديوهات وقارنوها، هذا كلام قبل 3 سنوات وهلأ صار هذا. برجع بكرر الموضوع هذا مرة ثانية. سيتم إدخال المقاتلين الأجانب إلى لبنان ودعم حركة أحمد الأسير والجماعات الجهادية اللي كانت تابعة لجبهة النصرة في طرابلس، وكل طرابلس والمناطق السنية اللي موجودة في لبنان كلياتها متعاطفة مع جبهة النصرة سابقا، وتحمل فكر السلفية الجهادية وتنظيم القاعدة. هذا واحد. إدخال المقاتلين الأجانب وتجهيزهم إلى العراق
لحتى يقاتلوا الفصائل الشيعية اللي موجودة فيها أيضا. وهاي الخطة الأمريكية البريطانية اللي راح تجري على المنطقة كلها. الآن السؤال الذي يطرح نفسه: هل سيكون قبل ضرب إيران أم بعد ضرب إيران؟ هذا الأمور ترتيبات، مين قبل مين، وين قبل وين، هذا أمر أنا بتركه للسياسيين، لأنه أعطيكم المشروع بشكل كامل، لكن خلونا بالتوقعات الزمنية وتوقعات وين قبل وين في وقت آخر. لن تبقى لبنان على الخريطة مثل ما قلت لكم سابقا. طبعا المشروع مثل ما قلنا لكم قبل 3 سنوات اللي حكيته، لسه كان حزب الله في قوته، وكان العالم بيشوفوا ند لإسرائيل ومئات آلاف الصواريخ وكذا. قلت لكم الجنوب سيذهب، وهي ذريعة إسرائيل بوجود حزب الله. طبعا طرابلس راح تنضم إلى سوريا. يتحدث الكثيرين أن طرابلس مقابل الجولان. هذا جماعة السوركيين وجماعة للمصطلح الجديد اللي طلقناه شو هو؟ نسيتوا مشان تتذكروا، لأنه هذا راح يلزمنا مثل كلمة السوركيين. مثل كلمة السوركيين البعواني. الآن هؤلاء كلياتهم اسمهم البعوانيين. البعواني، احفظوا هذا المصطلح لأنه راح نستخدمه كتير. البعوانيين هدول جماعة المؤيدين للشرع، واللي كانوا بعثيين سابقا أو القوميين سابقا، هدول اسمهم البعوانيين. والسوركيين هم التابعين لتركيا اللي حكينا عنهم منذ سنوات طويلة واطلقنا هذا التسمية. على فكرة كل التسميات أنا العبد الفقير لله كنت أطلقها دائما. جماعة البعوانيين اللي بنشوفهم الآن يتصدرون المشهد بشكل كبير جدا، وكلياتهم هم من جماعة اللي بيسموهم هم نفسهم مكوعين، هم البعوانيين، هم جماعة البعثيين القدماء واللي تحولوا فيها إلى أخوان مسلمين وتحولوا فيها إلى حركات جهادية أخرى. هدول راح يتحركوا قريبا إلى لبنان مثل ما قلنا لكم، لكن هؤلاء يروجون إلى أخبار أنه سيتم توقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل وطرابلس مقابل الجولان، ويتحدثون كأنهم ند لإسرائيل. وهذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة. إسرائيل منها مضطرة تفاوضك على الجولان، لا من بعيد ولا من قريب. وإسرائيل أساسا ما تفاوض، مشان تعرفوا إسرائيل لا تفاوض أحمد الشرع. يعني بيقول الإعلام إنه إسرائيل عم تفاوض أحمد الشرع وكذا ومشان اتفاقية سلام والمخطط الإبراهيمي. إسرائيل لا تفاوض أحمد الشرع. أحمد الشرع لديه مهمة يقوم بتنفيذها، ويملى عليه ولا يملي على أحد. مشان تعرفوا يملى عليه، هيك بتسوي هيك بتعمل، بس ما في شيء اسمه تفاوض. فما في شيء اسمه أنا بعطيك جولان وما جولان. جولان انسوا، هاي مسألة منتهية وخالصة. هلا بدنا نتحدث عن الجنوب السوري. في عندك السويدة، في عندك درعا، هدول المناطق، هدول مقابل طرابلس. نعم هدول مقابل طرابلس. هي راح تاخذها إسرائيل مقابل غض النظر على طرابلس، وبنفس الوقت يدخلون هؤلاء ويحاربون الأذرع الشيعية اللي موجودة فيها وببلاش يخدمون إسرائيل. نعم الجنوب السوري مهم جدا لإسرائيل، خصوصا حوض اليرموك، لأنه سيطرت إسرائيل الآن على كل منابع المياه اللي موجودة في الجنوب السوري، وهذا اللي بدي إياه إسرائيل. ما بيهمها لا شعبها ولا أرضها ولا الأقليات اللي موجودة حتى فيها، مشان يعرفوا أخواننا الدروز أيضا. إسرائيل تريد المياه ولن تتخلى عن المياه
في الجنوب السوري حتى لو خاضت حروب مع كل الدول الإقليمية اللي موجودة في المنطقة كلها. هذا هام للغاية، خصوصا اللي دارس جيولوجية إسرائيل وحاجتها للمياه، اللي دارس جيولوجية إسرائيل وحاجتها للمياه، فلذلك لن تفرط إسرائيل في الجنوب السوري أبدا. في كثير من الناس بتقول لك درع البلد، درع البلد ما لها علاقة، إسرائيل ما لها شغل، بدها الريف وبدها السويداء، وهذا لا نتنازل عنه. بالمقابل راح يعطوا البعوانيين، راح يعطوهم ايش؟ راح يعطوهم طرابلس، لحتى هيك يظهروا انه كمان هم منتصرين في شيء. والهو هذا الكلام كله وهم وليس له اي اساس من الصحة. مثل ما قلنا لكم، احمد الشرع جاي ليقل ينفذ مخططات، مو لحتى يدخل بمفاوضات. طبعا حتى الآن ترامب لم يرفع العقوبات على فكرة، مشان تعرفوا إلى الآن ترامب ما وقع على رفع العقوبات، كله ضحك عليهم وضحك. يعني شوفوا الولايات المتحدة الأمريكية البنتاغون اليوم حطت الميزانية تبع دعم قوات سوريا الديمقراطية، مع أنه أمريكا تتقشف بشكل كبير جدا بالنسبة للنفقات الخارجية. هذا أمر بنعرفه، أنه ترامب يتبع سياسة تقشف كبيرة جدا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. ومع ذلك البنتاغون وضع مخصصات قوات سوريا الديمقراطية في الميزانية الدفاعية للعام 2026. طبعا الدلالات على هذا الموضوع أنه شوفوا، مسألة قوات سوريا الديمقراطية غير قابلة للمساس فيها، أنا بقول لكم إياها. وأي أو راس مربع يطلع وبيقول لك بدهم يتخلوا قصد بدها تحط سلاح، وهذا الكلام هذا كلام ليس له أي أساس من الصحة. وراح أقرأ لكم تقرير موجز من وزارة الدفاع الأمريكية اللي نشرته عن الظهر اليوم. تقرير موجز دعم الولايات المتحدة الأمريكية لقوات سوريا الديمقراطية وموازنة 2026. واحد، طبعا هاي بعد الترجمة طلعنا التقرير الموجز تبعها. أهمية قوات سوريا الديمقراطية للولايات المتحدة الأمريكية. قوات سوريا الديمقراطية تعتبر الشريك الرئيسي والميداني للولايات المتحدة الأمريكية في سوريا للحرب ضد تنظيم داعش. طبعا هنا الوثائق الرسمية اللي قدمها البنتاغون إلى الكونغرس الأمريكي تقول الولايات المتحدة تعتمد على قوات قسد كقوة محلية فعالة لمواصلة عمليات مكافحة داعش وتثبيت الاستقرار في شمال وشرق سوريا. تثبيت الاستقرار في شمال وشرق سوريا. ستبقى قوات منفصلة، توصيات البنتاغون، ستبقى هذه القوات قوات منفصلة ومستقلة عن أي جيش سوري مستقبلي. هذا كلام خطير للغاية وموجود في مذكرة البنتاغون، الكل يستطيع أن يراجعها. ستبقى قوات منفصلة ومستقلة عن جيش النظام السوري الجديد. تتمتع قوات سوريا الديمقراطية بدعم لوجستي وتدريبي وتسليحي مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية لضمان استمراريتها وقدرتها على السيطرة الأمنية ومكافحة الإرهاب. السيطرة الأمنية على المنطقة كلها ومكافحة الإرهاب. طبعا هذا الكلام ما هو من عندي، وأنا بعمري ما حكيت كلام هيك يعني من دون أدلة، من دون أي شيء، إلا شيء إذا أتحدث في المستقبل بقول لكم هاي نظرة شخصية. هذا موجود على موقع البنتاغون في وزارة الدفاع الأمريكية، وتقرير طويل جدا، لكن النقاط الرئيسية المهمة طلعناها فقط مشان تعرفوا هذا الموضوع. بالنسبة لجماعة هؤلاء اللي بيطلعوا وبيتحدثوا انه والله قوات سوريا الديمقراطية تسلم سلاحها وراح كذا وبده الامريكان وكذا، هذا كله كلام هراء، بدليل يعني حتى الموازنة اللي وضعتها
الولايات المتحدة الأمريكية. برجع بكررها من للغاية، ومثل ما قلت على الشرع قبل 3 سنين، لا الشرع لا روسيا ولا النظام السوري ولا الأتراك ولا الإيرانيين مجتمعين يستطيعون أن يقضوا على الشرع وقواته. برجع بقول لكم لا تركيا ولا الشرع ولا حتى معاهم العراق وأي قوة إقليمية ودولية ثانية تستطيع إنهاء وجبر قوات سوريا الديمقراطية بوضع سلاح. هذا الكلام انسوه، هذا الكلام خذوه ثقة كاملة. هذا مستحيل. مثل ما قلت لكم قبل 2 سنين نفس الكلام بعيده. لا النظام السوري ولا الروس ولا الأتراك معهم ولا الإيرانيين لو اجتمعوا كلياتهم على إدلب لن يستطيعوا نزع سلاح أبو محمد الجولاني وقتها والقضاء على هيئة تحرير الشام. برجع بكرر هذا الكلام أيضا في شرق الفرات. لا الأتراك ولا الجيش الوطني العرمرم تبعهم ولا جيش أحمد الشرع بكل أشكاله وأصنافه ولا القوى الإقليمية اللي معاه أيضا تستطيع نزع، ولا حتى أهل القلابيات البرتقالية والحمراء والخضراء والزرقاء اللي بيطلعوا هدول من الطرف الثاني من النهر لن يستطيعوا نزع سلاح قوات سوريا الديمقراطية، لأنه هذا مخطط دولي. مشان نكون واضحين بهذا الموضوع. فالمسألة هي مسألة خطط دولية ترسم للمنطقة كلها، شئت أم أبيت. تركيا تقاوم كل المخططات، طبعا مو لسواد عيونك أنت وقلابية مبرقعة، لا، تركيا تقاوم كل المخططات اللي جاية على المنطقة لأنه هي خايفة على نفسها، هي خايفة على نفسها. واليوم بعد فترة طويلة يطلع علينا أردوغان بتصريح، طبعا أنا هاي التصريحات بحبها جدا، ولما بيطلع لن نجعل القوى الإرهابية قوى رسمية في شرق الفرات، سنبيدهم، سنقتلهم، سندفنهم. هذا الكلام أنا بحبه كتير لأنه هذا كلام دائما العاجز. واليوم الرجع أردوغان صرح بنفس التصريحات. فلما نتحدث بهذه الطريقة أعلم تماما بأنه فشلت مخططاته ولا يستطيع أن يفعل شيء بالنسبة لشرق الفرات. أما الصمت هو بحد ذاته كلام، الصمت هو كلام بالنسبة إلي أنا، الصمت هو كلام موجع، لأنه أعلم أن هناك مخططات تدار بالخفاء ولا نستطيع أن نعرف بماذا يفكر عدوك، وهذا أمر حامل الغاية. هكذا تصريحات أعلم بأنه لا يملك حلول، وهذا بنسميه نحن لغة التخاطر بالمفهوم السياسي، هي بالإضافة إلى لغة الجسد. فعندما يخرج ويبعبع ويجعجع ويهدد ويتوعد، أعلم بأنه في مأزق وليست لديه حلول، ولم يستطع إقناع الدول الكبيرة وعلى رأسها بريطانيا وأمريكا والدول هاي بإنهاء دعمها لقسد. وحتى فشلت مخابراته بأي شكل من الأشكال بأنه بتحاول تستميل قوات قسد ويصير بيناتهم لقاء. هذا أمر حامل الغاية. طيب شفنا التصريح هذا. طيب اللي بيقول تصريح مثل هذا التصريح هل هو فعليا يقوم بعملية سلام مع حزب العمال الكردستاني؟ هكذا تصريحات من المفروض أنه لما تكون على شرق الفرات يستنقفها أعضاء حزب العمال الكردستاني ويعرفوا النوايا التركية هنا. أنا ذكرت لكم أنه عملية السلام مين ما يكون يقودها، مو القائد عبد الله وجلال، لو يكون يقودها
اللي ماتوا قبل عبد الله وأوجلان ما راح تنجح. وهنا مو تشكيك في قدرة القاضي عبد الله وأوجلان، لا، هذا تشكيك في قدرة الأتراك بالأساس أنه يقودوا أي عملية سلام حقيقية. لأنه مجرد الاعتراف بالشعب الكردي في تركيا، وأنا قلت هذا الكلام مرارا وتكرارا وأعيده، مجرد الاعتراف بالشعب الكردي في تركيا يعني انهاء الدولة التركية. هلأ بده يطلع لي واحد بعواني بالتعليقات ويكتب اوف إيه، لأنك أنت ما تعرف الطبيعة الديمغرافية لتركيا وتوزع القوى الإثنية والعرقية فيها. فلذلك أنت شايف تركيا هي دولة عملاقة، دولة عظيمة، وأمير المؤمنين أردوغان يقدر يهدد أمريكا ويقدر يهدد إسرائيل ويقدر يهدد روسيا، وهو ثعلب الشرق الأوسط اللي ما حدا بيقدر له، لأنه تفكيرك أنت هيك. هو المسألة ليست بالعواطف، السياسة لا تحكمها العواطف، السياسة تحكمها لغة الأرقام والأدلة السياسية اللي موجودة. نعم، لغة الأرقام. ليش قلت لغة الطبيعة الديمغرافية؟ ليش قلت لغة الأرقام؟ لأنه الطبيعة الديمغرافية لتركيا طبيعة هشة جدا، وإعطاء الحقوق الديمقراطية للشعب الكردي والسيطرة يعني على الحكومة. لأنه الشعب الكردي حسب الدراسات البريطانية اللي صدرت العام الفائت أنه نسبتها تتجاوز 47%، وممكن يكون هلا أكثر. هذا بالعام الفائت، يعني عندك أنت 47 مليون كردي في تركيا. والديمقراطية تعني أعطاء كل الكرد أصواتهم للكرد، ما بقى يعطوها للأحزاب التركية وعلى رأسهم حزب العدالة والتنمية. وهذا سيؤدي إلى إيش؟ تغيير شكل الجمهورية التركية الحديثة اللي أنشئت بعد عام 1927. وهذا ما يتخوف منه الاتراك، ويظنون بأنه مجرد إعطاء الديمقراطية بشكل واضح والاعتراف بالكرد يعني نهاية تركيا. أنت عندك أقليات كتير في تركيا، عندك 10 مليون أرمني، عندك اللاص، عندك البوشناق، عندك تحدثنا كتير عن هاي المواضيع، عندك العلويين، عندك العرب، عندك الكرد اللي هم الأغلبية حاليا. الكرد يشكلون أغلبية مع أي قومية موجودة في تركيا. يعني شيل الأتراك الحقيقيين في تركيا وقارنهم بالكرد، الكرد أغلبية، لكن كل الأقليات اللي موجودة في تركيا مع الأتراك لو اجتمعوا مع بعض يشكلون 51 أو 52% على أبعد تقدير، وممكن يكون مناصفة مع الكرد. وهاي الكارثة التي تعيش فيها تركيا، وهاي الكارثة اللي تعيش فيها تركيا. فلذلك كل من يظن بأن الأتراك سيقبلون بالحلول الديمقراطية والاعتراف بحقوق الأقليات اللي موجودة في تركيا هو واهم، لأنه هذا يعني إنهاء الجمهورية التركية الحديثة بشكل نهائي، ووصول الكرد إلى البرلمان بأغلبية، وهذا سيؤدي لصن القوانين اللي بتغير حتى شكل الجمهورية وعلم الجمهورية وكل شيء وحتى اسمها. هذا أمر ليس بالسهل. طبعا هنا يأمل الغرب بأنه يحرك تركيا بهذا الشكل. الغرب يسعى إلى تقسيم تركيا بهذا الشكل، وهذا أمر هام للغاية.
طبعا مثل ما قلت لكم أكثر من يقاوم المشاريع اللي موجودة في سوريا وفي إيران وغيرها ويتنافس مع إسرائيل بأنه ما يصير شرق أوسط جديد وشرق أوسط فيه يكون فيدراليات وديمقراطيات هي تركيا، لأنه ليس من صالحها أبدا. كثير من الناس بتظن أنه دول الخليج هي اللي ضد. ليش؟ لأنه شعوبها بدها ديمقراطية بعدين وكذا. ما الديمقراطية، ما شعوب الخليج عايشة بشكل مرفه. يعني حتى الشعوب نفسها إذا بتجي بتقول لهم نعمل ديمقراطية ونعمل أنظمتكم جمهورية راح يرفضوا. ليش؟ لأنه عايشين في عهد الملكية أحسن عيشة بالنسبة لدول الخليج وشعوبها. يعني القطري ليش؟ لحتى يقلبها جمهورية ويخرب بلده. والسعودي ليش؟ ليقلبها جمهورية وعندهم أفضل ملك مثلا وشعبهم أغلبيته عايش مرفه. والإمارات مثلا تقلبها، هي بالأساس نكون فدرالية الإمارات، وبدك تجي تقلبها إلى جمهورية. فهؤلاء المحللين السياسيين الاستراتيجيين يا مو فهمانين أي شيء، يا أما عم بيدلسوا على الشعوب العربية وبيفكروا بيقول لك إنه إذا حصلت ديمقراطية في سوريا أو حصلت ديمقراطية في الدول المجاورة كالعراق وغيرها راح يكون خطر على الأنظمة المالكة في الدول الخليجية. وهذا كلام هراء تماما، لأنه حتى الإمارات عندك إياها هي دولة كونفدرالية. قطر دولة صغيرة جدا لكن شعبها مرفه. الإمارات نفس اللي قلنا حكينا عنها، عفوا المملكة العربية السعودية أيضا، لولا الحروب والأموال اللي بتدفعها المملكة العربية السعودية لمواجهة إيران واللي دفعتها لصدام حسين في حرب الخليج الأولى والحروب وغزو صدام حسين للكويت وغيرها وغيرها وغيرها، كانت السعودية شعبها من أكبر شعوب دخلا في العالم، من أكبر شعوب صاحبة الدخل في العالم حقيقة. فلا يضر دول الخليج أبدا إن تحولت الدول المجاورة إلها إلى ديمقراطيات، بالعكس سينفعها بشكل كبير جدا، وستخلص من كل اللي بيهددوها بالأساس، يعني مثل الإيرانيين، العراقيين، الأذرع الشيعية، حركة إخوان المسلمين اللي موجودة في سوريا، السلفية الجهادية اللي عانت منها المملكة العربية السعودية ودول الخليج. لكن في المقابل أكثر الدول المتضررة من الديمقراطيات في المنطقة كلها هي تركيا. نعم، لأن تركيا الديمقراطية الحقيقية بالنسبة إلها لو امتدت إلى المنطقة كلها ستنهي الدولة التركية. وعلى فكرة الكرد لا يطالبون في تركيا أي شيء غير الديمقراطية، لأن الديمقراطية الحقيقية هي اللي راح تكفل للشعب الكردي كل حقوقه بمجرد إجراء فقط انتخابات وتشكيل أحزاب كردية حقيقية مو وهمية مثل ما هي موجودة حاليا. وهذا الأمر الهام. فلذلك الصراع ما بين تركيا وإسرائيل أنه ما بدها المنطقة تتقسم على شكل فيدراليات وتتحول المنطقة كلها إلى ديمقراطيات، لأنه هذا راح يؤدي إلى تقسيم تركيا. فراح نشوف صراع في المستقبل تركي إسرائيلي كبير جدا. برجع بقول لكم أكثر من يفيد الكرد والقضية الكردية اللي موجود حاليا في سوريا هو أحمد الشرع. أحمد الشرع هو جاء أساسا لتقسيم سوريا، سواء كان إلى لا مركزيات أو فيدراليات أو كونفدراليات أو أي شكل من الأشكال اللي راسمينه في المستقبل، اللي أعتقد أنه هو راح يكون كونفدراليات. يعني بعض الحروب اللي راح تحصل، وطبعا تصدير فكر الثورة الإسلامية إلى الدول المجاورة، هي مهمة أحمد الشرع. هي مهمة أحمد الشرع. الآن سيقوم القوى اللي موجودة بإنهاء الأذرع الشيعية والمد الشيعي اللي حصل خلال 30 عام اللي فات، وحقق كل أهدافه
بالمنطقة بشكل كامل، وسيستبدل بالأذرع اللي محسوبة على الراديكالية السنية اللي هي داعش وغيرها، ويتمددون في المنطقة. لديهم عمل كبير جدا في مصر، لديهم عمل كبير جدا لسه في الأردن، ولديهم عمل كبير جدا أيضا في شمال إفريقيا اللي راح تنتقل إلى هاي الأذرع. يعني الأذرع اللي عم يبنوها حاليا في سوريا السنية امتدادها راح يكون إلى لبنان، العراق، ومن ثم إلى شمال إفريقيا. شمال إفريقيا وتحديدا الجزائر، تحديدا الجزائر، وفي المستقبل طبعا مصر أيضا من ضمن العملية هاي كلياتها. مثل ما حكينا لكم بكل وضوح، سوف تدخل كل هاي القوات قريبا إلى لبنان والعراق لمقاتلة الأذرع الشيعية اللي موجودة فيها. وهاي بعطيكم إياه قبل وقت شوي، لأنه بكرة بنشوفها راح تظهر بالإعلام، ويبدأ المحللين السياسيين اللي موجودين على مستوى العالم وعلى مستوى العالم العربي أيضا بالتحليل والتفسير وبالحديث عن هاي المواضيع كلها.